مباراة القمة 127 بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. هل الأهلي يقدر يكسب المباراة رقم 50؟ الأهلي ليه 49 انتصار على الزمالك في بطولة الدوري العام، والزمالك ليه 27 انتصار وتعادلوا في 50 مباراة. هل يكون التعادل ال 51 ولا الأهلي يكسب المباراة ال 50 على الزمالك ولا الزمالك يكسب المباراة ال 28؟ هقول لك على حاجه حلوه، ما تنساش تشوف البوست المثبت عندي على الصفحه، مسابقه عدليانو. هتفضل متابع معايا دايما باللايك والشير والكومنت في الفيديوهات في البوستات. اخر الشهر هتكسب تيشيرت معايا باذن الله. طبعا المسابقه واللي هيحدد الاشخاص اللي هم هيكسبوا طبعا ده مش هيبقى مني، ده بترتيب الفيس. يعني الفيس بيبعت اخر الشهر اكتر ناس متفاعلين او اكتر 10 مثلا ماشي بالترتيب بالنقاط، فالفيس هو اللي هيختارهم تلقائي. اتمنى الناس كلها تشارك واتمنى الناس كلها تكسب. وان شاء الله هنتكلم بقى النهارده عن مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك، وهنتكلم عن التشكيل الانسب لمارسيل كولر النهارده، واتمنى ان هو ما يجودش ولا يتفلسف. نشوف التشكيل مع بعض. افضل تشكيل يبدا بيه مارسيل كولر النهارده بدون فلسفه وبدون تجويد، عشان تضمن ان انت يعني تستحوذ على المباراه وما تعملش زي مباراه الكاس. مباراه الكاس الزمالك استحوذ فيها والاهلي بخبرته قدر ان هو يكسب المباراه، ولكن مباراه الدوري هنا هتختلف. الزمالك هيرجع يقول لا انا عايز اخد بطاري من الاهلي، والكلام ده في الكوره طبعا، احنا بنتكلم في الكوره. مباراة لا تحتمل القسم على الاثنين، إن لم تستطع المكسب فلا تتجرع طعم الخسارة. طبعا الكلام بالنسبة للفريقين. فتشكيل الاهلي النهارده اللي احنا كلنا نتمناه: شوبير في حراسه المرمى، قدامه عبد المنعم ورامي ربيعه، في اليمين عمر كمال، في الشمال علي معلول. نص الملعب بيبدا من مركز 6 مع مروان عطيه، قدامه احمد نبيل كوكا وقفشه مركز 10. في اليمين رضا سليم، في الشمال طاهر محمد طاهر. طبعا حسين الشحات مصاب. قدام هيلعب ان شاء الله وسام ابو علي. طيب في حين جاهزيه بيرسي تاو، هيلعب بيرسي تاو جناح يمين ورضا سليم جناح شمال. ما تنساش مسابقه عدليانو واللايك والشير عشان تكسب تيشيرت. القاكم ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.